ازيكم يا جماعة؟ أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هتكلم عن كتاب تهمة اليأس لشوبنهاور. الفيلسوف والكاتب الألماني شوبنهاور هو اللي بيرى إن في الحياة شر مطلق. شوبنهاور اتأثر به ناس كتير، اتأثر به فلاسفة زي نيتشه وعلماء زي فرويد وأينشتاين وكتاب زي تولستوي وتوماس مان. كل الناس دي تأثرت بفلسفة شوبنهاور. شوبنهاور في أيامه الأخيرة كتب كتاب اسمه الملحقات والمحذوفات. الكتاب ده اتاخد منه مجموعة من المقالات اللي بتوضح فلسفة شوبنهاور واتنقلت لكتاب تهمة اليأس. الكتاب ده فيه 10 مقالات بتوضح آراء وفلسفة شوبنهاور في مجموعة صفحات صغيرة. الكتاب رغم ان هو صغير لكن هو بيحمل الكثير، يعني زي مثلا مقال معاناة العالم اللي بيتكلم فيه عن أهمية الألم والسعادة بالنسبة للإنسان، وإن الألم هيفضل موجود حتى لو احنا في الجنة. وبيقول فيه ان معاناة الانسان اكبر من الحيوان بسبب المشاعر وبسبب الامل وبسبب الذاكرة، عكس الحيوان ان الانسان ممكن يقع في الهواء بسبب ألم مر بيه من سنين، على عكس الحيوان ممكن تضربه وبيرجع وبينسى والحياة بتكمل. يعني المقالات اللي لفت نظري في الكتاب ده هو مقال الانتحار، تقريبا هو المقال الثالث، اللي هو بيرفض فيه اننا نشوف الانتحار كجريمة، وبينتقد النظام البريطاني اللي بيفرض عقوبات على المنتحر زي انه بيصادر امواله وانه بيدفن بشكل غير لائق. بيقول ان الشخص مش بيكون خايف من الموت قد ما بيكون خايف من العقوبة او عقوبة ما بعد الموت بالنسبة له، وبيقول كأنهم بيعاقبوه بفشله في الحياة واقباله على الانتحار. وقال اكتر من كده في الفكرة دي، ولكن هو فكرته ايجابية جدا عن الانتحار وده كان غريب بالنسبة لي. كمان اتكلم في المقال السادس او السابع عن التعليم وازاي نعلم اولادنا بشكل جيد وازاي يفكروا بشكل كويس وايه الاخطاء اللي لازم نتفاداها عشان الاولاد او يكونوا في بيئة يقدروا يفكروا من خلالها. جميل في الكتاب انه هو بيوريك ان ازاي نوازن بين مشاعرنا، وان اهمية اننا نحس بالحزن او الالم او السعادة. الحزن او الالم هي اللي بتخلينا نحس باحساس اننا سعداء بعد كده. لكن الكتاب ده في رأيي يعني حابب اتكلم عن نقطتين فيه. اولا الكتاب لا يخلو من النظرة التشاؤمية بتاعت شوبنهاور، ودي انا مش معترض عليها. رأيي كان لما اتكلم عن المرأة كان بيبص لها بنظرة دونية، فالاولى كان ممكن بدل ما يعمم في نظرته عن المرأة ونظرته الدونية لها كان ممكن يخصص كرهه لوالدته، يعني رأيه نابع من خلال كرهه لها، مش مجرد رأي تقدر تسطره في صفحات يعني. والجزء الثاني اللي معجبنيش هو نظرته الإيجابية عن الانتحار، فهو كان اعتقد هي نابعة من حبه لوالده اللي انتحر وهو عمره 17 سنة، فهو ناقم على نظرة الناس للانتحار قد ما هو، وده اللي خلاه يتكلم عن الانتحار بطريقة إيجابية يعني. فهي نابعة من حب لوالده مش أكتر، أو من وجهة نظري يعني. الكتاب في المجمل هو كتاب جميل وثري بأفكار كتير، أفكار فلسفية كتير قوي يعني بغض النظر عن الفصلين دول يعني. وشوبنهاور بالنسبة لناس كتير وأنا واحد منهم أفكاره بتكون منطقية في أوقات كتير يعني أنا اتكلمت عن الكتاب ده بسرعة لأن أنا كان بقالي فترة ما اتكلمتش عن الكتب، ويعني أنا كنت حابب إن أنا أتكلم عن الكتاب ده في حاجة يعني، فأعتقد الفرصة جت. وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وعايز أعرف آراء الناس اللي قرأت الكتاب ده في الكتاب يعني. وأشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.